شخصيات حموية كردية، أعلام من القرن العشرين لن تنساهم حماه. المحامي الأستاذ إبراهيم الشيشكلي، شهم ومناضل، وأول رئيس لنقابة المحامين بحماه ولمدة 35 عاما. ولد المرحوم إبراهيم الشيشكلي في حماه عام 1904. تلقى تعليمه الابتدائي في حماه، ثم أتم تحصيله الإعدادي والثانوي في مكتب عنبر بدمشق. انتسب لكلية الحقوق عام 1922 ليتخرج منها عام 1926، وكان من رفاقه في كلية الحقوق المرحوم الدكتور ناظم القدسي رئيس الجمهورية السورية الأسبق، والمرحوم الأستاذ سعيد الغزي نقيب المحامين الأسبق. تخرج المرحوم إبراهيم الشيشكلي من كلية الحقوق عام 1926 لينتسب إلى نقابة المحامين. نجح في أول انتخابات جرت لنقابة المحامين بحماه عام 1944، وبقي رئيسا للنقابة حتى عام 1979، حيث تقاعد وانصرف إلى الزراعة. كان رحمه الله عضوا في النادي الأدبي الذي أسسه الدكتور توفيق الشيشكلي والدكتور صالح قنباز. ساهم المرحوم إبراهيم الشيشكلي في النضال ضد الاستعمار الفرنسي، حيث كان ينظم الإضرابات والمظاهرات، كما تصدى للاستعمار الفرنسي بالقلم والسلاح. وكان قمة تصديه عندما أسقط ببندقيته طائرة فرنسية كانت تقصف الأبنية في حماة عام 1945، حيث سقطت الطائرة شمال قرية معرين وهبط الطيار بالمظلة، حيث حاول أهالي تلك المنطقة أسرع، إلا أن القوات الفرنسية جاءت لتنقذه. وهذه الواقعة مدونة في كتاب المرحوم المحامي عثمان عدي، مذكرات مدينة. لقد كان إسقاطه للطائرة الفرنسية سببا في اعتقاله وسجنه في الشرفة، وظل في السجن حتى خروج المحتل الفرنسي في نيسان عام 1946. لقد كان محاميا المعيا، وكان مشهودا له وقفته بجانب الحق وإعانة المظلوم، كما أن علاقته مع زملائه المحامين كانت علاقة مميزة، مما يدل على بقائه مدة 35 عاما رئيسا لنقابة المحامين بحماه، إضافة إلى حظوته باحترام القضاة، كما كان رحمه الله موسوعة في القانون والأدب. توفي رحمه الله عام 1989 ودفن في حماه بموكب مهيب. تم تكريمه في 3 نيسان عام 2018 خلال انعقاد المؤتمر السنوي لمجلس فرع نقابة المحامين بحماه، حيث تسلم ابنه الأستاذ فيصل درع التكريم. من مآثر المرحوم المحامي الأستاذ إبراهيم الشيشكلي: كان للمرحوم إبراهيم الشيشكلي مآثر عديدة، أذكر واحدة منها، وهي أنه عندما تم اغتيال الزعيم أديب الشيشكلي رئيس الجمهورية السورية الأسبق في البرازيل عام 1964، ولكي لا يدفن جثمانه في البرازيل كأي إنسان عادي، نظرا لمكانة الزعيم وتاريخه المشرف خلال فترة حكمه في سوريا، فقد قام المرحوم إبراهيم الشيشكلي بنقل جثمان المرحوم أديب الشيشكلي عن نفقته من البرازيل، والتي كلفت في حينها 150 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل في حينها 50 ألف دولار، وكان ذلك بتاريخ 28 أول 1964. انطلقت الجنازة بمسيرتها الشعبية الكبيرة من منزل المرحوم إبراهيم الشيشكلي، حيث طافت شوارع حماه، وحيث كانت من ضمن أكبر 4 جنازات شهدت حماه في تاريخها. وأنا شخصيا كنت من ضمن الأشخاص الذين شاركوا في هذه المسيرة الجنائزية، حيث تحولت إلى مسيرة مناهضة لنظام البعث. وأذكر أن إحدى الهتافات كانت هي تعوا شوفوا يا أخوان قتلوا أبو حسان، ما راح نسكت يا عمران، راح ناخذ بكرة بالتار. طبعا أبو حسان هو أديب الشكلي، وعمران كان وقتها محمد عمران وزير الدفاع. نعم. فيما بعد قام المرحوم إبراهيم الشيشكلي بإشادة ضريح كبير لمثوى الزعيم أديب الشيشكلي، ما زال قائما حتى الآن، وقد أرفقت صورة الضريح
مع بقية الصور في هذه المقالة. المحامي معتز المرازي.